الشيخ رشيد بن عطاء الله، مدرسة القرآنية عمر بن الخطاب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أجمل أيام حياتي. الشيخ رشيد يبقى منقوش في ذهني. هذا الشيخ هذا اللي راكم تشوفوا فيه في مواقع التواصل الاجتماعي درس أجيال منهم أنايا. الماكلة اللي كنا ناكلوها عنده، الراحة اللي كنا مرتاحينها، أنا تمنيت ما نخش من هذيك المدرسة. الله غالب، يعني عندنا مدة محدودة أنك تقرأ فيها وربي يسهل عليك، تروح مدة سنة، عام، 12 شهر. أجمل أيام حياتي. عباك كي نحكم الفراش، أقسم بالله راني عايش في بريطانيا وتلاقيت بالشيخ رشيد في مكة، تلاقيت به قداش الخطرة في مكة. راني عايش الآن في بريطانيا. والله لو تقول لي مثلا وش هي أجمل أيام حياتك، نقول لك الأيام اللي فوتهم والشهور اللي فوتهم عند الشيخ رشيد ابن عطاء الله في مدرسة عمر بن الخطاب في لويس. كاين في الإيطاج الأول واش كاين شنابر، بالك واحد 7 شنابر ولا 6 شنابر، ما يلحقوش 10، راني متأكد. هذاك الوقت كان في عمري 19 سنة. الشنابر هادو نرقدوا فيهم إخوة يعني متحابين في بعضنا. نوضوا على 4 تاع الصباح نشربوا قهوة حليب بكل ما لذ وطاب، كونفيتير، زبدة، كل واش حبيت. نروحوا نهبطوا نقراو، نروحوا نصلوا الفجر، ومن بعد من الفجر مباشرة نهبطوا لاكاف تحت الدهليس كبير، عارف كبير بزاف. كل واحد يحكم اللوحة تاعو، يحكم بلاصتو وهو يقرأ، يحفظ. الساعة 8 صباحا نعرضوا الحفظ تاعنا على الأساتذة، ومن بعد نصلوا الشروق، ومن بعد نعاودوا نولوا نحفظوا. تلحق 11:30 نطلعوا نفطروا حنا صغار. على بالك أبناء المدرسة هذوك اللي اختارهم الشيخ رشيد كلهم، الشيخ رشيد ابن عطاء الله، كلهم من الطبقة الفقيرة ومن من القرى والمداشر اللي جابوا الشيخ رشيد. أنا تلاقيت بناس والله في حياته ما تفرجش بارابول، في حياته ما شافش قنوات، يعني ناس مساكن مطحونين من القرى والمداشر من الجزائر العميقة. راح جابهم الشيخ رشيد، لقطهم واحد قالوا ما روحوا تحفظوا القرآن. الشيخ رشيد ما راحش جاب وليد فلان، راح جاب ناس. يعني الشيخ رشيد كان يصرف علينا اللباس، الأكل، الشراب، حتى الروايح. شتو العطور الفخمة، الشيخ رشيد يجيب لنا العطور، احنا دائما معطرين. عبا كي نطلعوا نصلوا، كي نطلعوا من لاكاف نطلعوا نصلوا، المصليين تاع بيلكول وتاع شومونوف وتاع حاسيبه اللي يجوا يصلوا في المسجد تاعنا كاع يبداو يتفرجوا فينا، كاع يبداو يشوفوا فينا، يشوفونا شغل ملائكه، اقسم بالله شغل ملائكه الرحمن. كي نطلعوا للمسجد باش نصلوا، باسكو حنايا كي تقوم الصلاه باش نطلعوا من لاكاف نطلعوا فوق نصلوا. هذا الشيخ رشيد واش دار، ومني انا الالاف اللي قراو عند الشيخ رشيد. ينوض على 6 تاع الصباح يحوس، يروح للرافيقو سوق الرافيقو تاع الخضره، يروح للكاليتوس، يروح واسمو البوفاريك، يروح هو والعمال تاعو يلقطوا لنا، يجيبوا لنا الخضره، يجيبوا لنا الماكله، يجيبوا لنا الاقمصه، الكتب، يوفر لك كل شيء. اقرا برك، احفظ كتاب الله. عباك واش قالنا مره الشيخ رشيد هذا اللي راهم يقدحوا فيه ودركا ولاو يهضروا فيه، المداخل. هذا المداخل قالنا مره كي تتخرج الا حبيت ابزق لي على وجهي وروح. المهم انا ربحت حاجه، وشنو هي؟ اني حفظت كتاب الله. والله غير قالها لنا بهذا اللفظ هذا، الشيخ رشيد ابن عطاء الله، هذا اللي راكم تشوفوا فيه الان الفيديوهات وانتشرت في الفيسبوك وفي قراني مدة سنه. ونعم الرجال. كان اللي يحفظ كتاب الله يبعثوا عمره يروح للوكالات ويحكي لهم سيتياسيون تاع المدرسه، ويقول لهم فوالا عندنا طلبه وكذا، نتمنى انكم تساهموا معنا وتحفزوا الطلبه هذو انه اللي يحمل كتاب الله نبعثوه عمره. احنا منا مبلغ وانتم منكم مبلغ، نتعاونوا ونبعثوه. كان يبعث بال20 طالب كل رمضان، في كل موسم يبعث 20 طالب، 15 طالب من حافظة كتاب الله، يبعثوا من مكة والمدينة على حسابه الخاص بتبرعات بعض الخيرين كذا. هذا هو الشيخ رشيد ابن عطاء.
هو قال في واحد الفيديو، قال لك لا يعرف قيمة الرجال إلا الرجال، وأنا رجل وأعرف قيمة الرجل هذا. والله العلي العظيم كان يوكلنا ماكلة من ماله الخاص، ولادو ما ياكلوهاش. ولادو والله العلي العظيم كان عنده وليدو يقول لي اسمع سربي لي ساندويتش يرحم فيما. كان عنده وليدو يجي هكذا كاش ما تسربي له ساندويتش ولا كاش حاجه تعطي له لقمه ياكلها من هذيك الماكله اللي كنا ناكلوها احنا. الشيخ رشيد بنى المدرسه هذيك بدم فاتو، بدمه والله العلي العظيم. عمري ما شفت انسان مجاهد ومناضل وانسان تاع ميدان قدم للجزائر كما هذاك الرجل. وش ربى ناس ما كانتش، ناس كانوا مشركين، ناس كانوا في قرى ومداشر صوفيه لا علاقه لا بالدين لا بالسنه، ما يعرفوا من السنه ومن الدين لا شيء. جابهم قراهم رباهم لبسهم نظفهم علمهم، وانا شفتهم بعيد اقسم بالله. قراهم الشيخ رشيد ابن عطاء الله. ومن بعد يجي المدخلي يهضر فيه يقول لك هذا المنهج تاعو مشكوك فيه وكذا ومنا. وش قدمتوا نتوما؟ غير الجرح والتعديل ومانيش عارف فلان ومتكلمين فيه وفلان ومنا. وش قدمتوا نتوما؟ مجرد حوثانه. وحتى الشيخ رشيد حفظه الله والله يطول في عمره ان شاء الله، الشيخ رشيد كان يحذرنا من المنهج المدخلي، يقولنا يا ولادنا قراو حافظوا القران، ما تتبع والو، احفظ القران واسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا براكتيسيا، دير براكتيس. كان يقرا لنا اللغه العربيه. خليكم من هاد الناس المتطرفين هذو اللي ينوضوا بالتبديع ويرقدوا بالتبديع، ما حفظوا قران، ما يعرفوا اللغه العربيه، ما يعرفوا السنه، يعرفوا غير التبديع والتحذير. هذا وش يعرفوا. والله العلي العظيم اخر واحد في طلبه الشيخ رشيد راني نقول لك يسوى 20,000 طالب من طلبه ربيع المدخلي. 20,000 طالب جيبوا وجيب طالب واحد من طلبه الشيخ ربيع، من طلبه الشيخ رشيد بن عطاء الله، والله العلي العظيم ما يقدر يوقف قدامه. قران وفقه وعقيده وسنه لغه عربيه كل شيء. واش تعرفوا انتم بياعين الملابس الداخليه في بومعطي شو تهضروا في الشيخ رشيد؟ والله الشيخ رشيد اشرف من اعلى واحد تشوفوه انتم. وحي الله الشيخ رشيد وبارك الله فيه اللي يحفظ الاجيال. هذا الشباب هذو اللي راهم يرقصوا في التيك توك واللي راهم يرقصوا في الانستغرام، كاين شباب منهم لولا الشيخ رشيد لو كان راهم راحوا للتيك توك وراحوا الانستغرام وراحوا للعوري والخماج والادروغ. وانا واحد من الناس اللي ينقذهم الشيخ رشيد. الحمد لله تعلمت العقيده، تعلمت التوحيد، تعلمت الصلاه على الطريقه الصحيحه، وتعلمت التربيه السليمه من الشيخ رشيد ومن المدرسه تاع الشيخ رشيد ابن عطاء الله في رويسو في بيلكور. ماذا قدمت انت الشيخ رشيد؟ صوفا كثير من الشباب. انت واش قدمت؟ الشيخ رشيد كان يخاطب الناس، راه الان يخاطب الناس بما يعلمون، كما قال علي رضي الله عنه، قال مخاطب الناس بما يعلمون. يخاطبهم بطريقه عاميه بسيطه عاديه، وقدر ياثر في كثير من الناس، وقدر ينقذ كثير من الشباب عن طريق المدرسه تاعو اللي بناها بماله الخاص وبمجهوداته الخاصه. انت واش قدمت؟ قاعد غير تبدع وقاعد في الفيسبوك تهضر في الناس وتبدع في الناس وتخرج في الناس من الاسلام، وهذا تختاره اشعري، هذا تقول عليه صوفي، هذا تقول عليه ملحد، هذا تقول. هذه هي سيرة الشيخ رشيد وما قدمه، وانا وش نشهد انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.